سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد أدبه الله ورباه ليعم الأكوان ضياه ربي في المنزل زكاه ما أعظم أخلاق محمد إن شئت يا صاحي أن تحمد فتمثل بهداه لتسعد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد صلوا على سيدنا محمد والآل ذوي الذكر الأمجد بصفات المحمود تعبد كي تصبح إنسان محمد. أشعار المقدمة سعد القليعي. إنشاد محمود التهامي. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. تشرف به معكم أمنية الإبيان. مستمعي الكرام، أبدأ وإياكم ببسم الله الحنان المنان، ونثني جميعا بالصلاة والحب والسلام على من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد وآله الكرام. بداية أرحب بضيفي الكريم الباحث الإسلامي دكتور موسى العسكري. دكتور موسى أهلا بك. أهلا بكم ومرحبا. نبدأ الليلة أولى حلقات برنامج إنسان محمد، ولا نقصد هنا إنسانية نبينا الكريم صلوات ربي عليه، ولكن نقصد الإنسان المسلم الذي يشكل نسيج الأمة الإسلامية وعلاقته بنبيه ورسوله سيدنا محمد. هل كل مسلم هو إنسان محمد؟ دكتور موسى، من هو إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين سيدنا محمد الرسول الخاتم للإسلام والزعيم الجامع للمسلمين، وعلى والديه وآله وأصحابه وأحبائه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله، آمين. بداية أتمنى أن أسجل إعجابي الشديد وسعادتي البالغة بهذا الاختيار الموفق لعنوان هذا البرنامج المبارك إنسان محمد. هذا العنوان يحمل في طياته الكثير من المعاني العميقة التي تمثل أصولا أصيلة في قضية الإيمان بالله الواحد الأحد وسيدنا محمد الوحيد الأوحد صلى الله عليه وآله وسلم. من هو إنسان محمد؟ إنسان محمد هو ذلك الإنسان الذي يسير على طريق سيدنا محمد تحت راية سيدنا محمد، وطريق سيدنا محمد هو طريق المعية المحمدية المانعة، وراية سيدنا محمد هي راية الزعامة المحمدية الجامعة. إنسان محمد هو ذلك الإنسان الذي لا يرى في وجدانه ولا يعرف في وجوده أكبر ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل من سيدنا محمد. إنسان محمد هو ذلك الإنسان الذي سعى بمكوناته الذاتية وبمرئياته الشخصية في أن يكتسب التكوين المحمدي، وذلك بالارتباط الإيماني الانتمائي بشخص سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا دكتور موسى اسمح لي بهذا التعريف الذي استفدت فيه لإنسان محمد، ليس كل من في هذه الأمة المحمدية بيتصف بهذه الصفات. إذا لا نستطيع أن نقول على كل من يمثل جزء من الأمة المحمدية هو إنسان محمد إذا لم تتوفر فيه هذه الصفات. أقول إنه شتان بين الانتماء وبين الانتساب. إنسان الأمة هو الذي ينتسب إلى هذه الأمة، أما إنسان محمد هو الذي ينتمي إلى سيدنا محمد.
فالانتماء لا يكون إلا لسيدنا محمد، أما الانتساب فيكون لأمة، لجماعة، لجمعية، لجمع، وهكذا. لأنه الانتساب ممكن أن يفك ويقطع في أي وقت من الأوقات، أما الانتماء فلا يفك ولا ينفصل بأي حال من الأحوال، لأن الانتماء علاقة وجدانية عقائدية تربط المسلم بشخص سيد البشر محمد. وهنا أقول أنه فعلا كل مرتبط بشخص سيد البشر محمد مسلم، ولكن ليس كل مسلم مرتبط بشخص سيد البشر محمد. إذا نحن من خلال هذا البرنامج إنسان محمد نحاول أن نخرج من جزئية الانتساب التي تعتبرها أنها يعني علاقة أقل من الارتباط أو الانتماء إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود نطاب عيشي ولا وجودي، نطاب عيشي ولا وجودي، ولا ترنمت في صلاتي، ولا ترنمت في صلاتي، ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. دكتور موسى، الحقيقة ونحن نتحدث عن إنسان محمد وهو إنسان أمة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، هناك رؤى متعددة بينظر إليها الإنسان في هذا الجمع المحمدي. فمنهم من يرى أن النبي الكريم أرسل في وقت بعثته وفي وقت وجوده البشري، وقام بتبليغ رسالة الإسلام وانتهى دوره عند انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وهناك رؤية أخرى بيراها البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دوره أثناء وجوده البشري في صحابته وكل من عاش في زمن النبي الكريم، وانتهى هذا الدور مع انتقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم من يرى، وهو الأكثر حبا وتعلقا بالرسول الكريم، منهم من يرى أن كل خير في هذا الكون هو مستمد من النبي الكريم سواء في حياته أو حتى بعد انتقاله. كيف ترى هذه الرؤى المتعددة من إنسان أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الموضوع قد نستطيع أن نلخصه في أمور سريعة. كل هذه الآراء والرؤى والتوجهات والاتجاهات التي تتباين وتتفاوت وتختلف وربما تتصارع في كثير من الأحيان حول شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه توجهات واتجاهات معنية ومقصودة، معنية ومقصودة لأي شيء لتفتيت وتشتيت هذه الأمة، لأن أعداء الوحدانية على قناعة مطلقة بأن علياء الإسلام وعلاء المسلمين بقدر استمساك واعتصام المسلمين بشخص سيدهم وزعيمهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نجحوا في أن يفصلوا المسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم ويغيبوا ويتغيبوا به بعيدا عن ما خصه الله به من خصائص، من فضائل، من شمائل تؤكد على عظيم قدره، تؤكد على رفيع مقامه، تؤكد على دوام دوره في حياة إنسان أمته، نجحوا في ما يعملون عليه ليل نهار، وهو استئصال وجود الإسلام ووجود المسلمين. إذا دكتور موسى، ما معنى أن يكون هناك عقيدة محمدية لدى كل مسلم في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما المقصود بهذه الجملة؟ في البداية علينا أن نؤكد على أن الله جل جلاله الله لم يترك للمسلم حرية الاختيار بين عقيدة وعقيدة في شخص رسول الله. بمعنى أن الله لم يترك للمسلم حرية الاجتهاد في تصور أو صياغة عقيدة معينة محددة في شخصه صلى الله عليه وسلم. الله هو الذي حدد العقيدة
في شخص رسول الله عليه صلوات الله، وأكد على أنها عقيدة واحدة وألزم بها المسلم، وليس ذلك فقط بل أكد على أن سلامة إسلام المسلم وصحة إيمانه رهينة مشروطة بهذه العقيدة الواحدة المحددة في القرآن والسنة والتي تخص شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما هي العقيدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون لكل مسلم في شخص نبيه ورسوله سيدنا محمد؟ العقيدة الواحدة التي فرضتها العقيدة في شخصه صلى الله عليه وسلم وأكدت عليها آيات القرآن وأقوال السنة، أن المسلم عليه أن يعلم علم يقين أن لسيد البشر محمد رسول الله عليه صلوات الله دورين في حياة إنسان أمته. الدور الأول هو عليه الصلاة والسلام الرسول الخاتم الذي أقام الله جل وعلا به الإسلام. الدور الثاني هو عليه الصلاة والسلام الزعيم الجامع الذي جمع الله جل وعلا به المسلمين. حينما ننظر على أرض الواقع، واقع المسلمين اليوم في كل مكان ومنذ قرون طويلة، ليس في هذا الوقت فحسب بل منذ قرون طويلة، نجد ومع بالغ الأسى والأسف أن أكثر المسلمين، ولا نقول كل المسلمين، نجد أكثر المسلمين لا يرون لرسول الله عليه صلوات الله إلا دورا واحدا فقط، وهو دور الرسول الخاتم للإسلام. فيشهدون بشهادة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، مع الالتزام ببعض الأوامر والنواهي التي أمر بها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم. أما أن يرون دوره الثاني وهو دور الزعيم الجامع للمسلمين فهذا مع بالغ الأسف لا يرونه، وهذا كما قلنا في البداية أمر مقصود وأمر معني للفصل بين هذه الأمة وبين من جمع الله به هذه الأمة ووحد الله به كلمة هذه الأمة وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دكتور رموز نريد أن نستوضح أكثر الفرق بين الدورين. فرق كبير بين الدور الأول والدور الثاني، مع التأكيد على التلازم الوثيق اللصيق بين الدور الأول والدور الثاني. يعني عقيدة المسلم في شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم نكاد نجزم ونقطع بأنها لا تصح ولا تقبل من كائن من كان إلا إذا رأى هذين الدورين معا له صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يصح للمسلم أن يراه عليه صلوات الله رسولا خاتما للإسلام ويغيب ويتغير عن كونه صلى الله عليه وآله وسلم زعيما جامعا للمسلمين. ما الفرق بين دور الرسول ودور الزعيم؟ دور الرسول يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الرسالة. صاحب الرسالة المحمدية الخاتمة تلزمني كمسلم بالتزامات 4: التزم بمسلك عبادة، التزم بسلوك خلق، التزم بمنهج تماسك، التزم بمنهج تلاحم. هذه التزامات الإسلام التي يفرضها علي إيماني بالدور الأول دور الرسول الخاتم للإسلام. أما عن الدور الثاني وهو دور الزعيم الجامع للمسلمين، ومعنى ارتباط المسلم بشخص رسول الله أن يكون على يقين ويقين مطلق بدوام وجود رسول الله حيا في وجدان إنسانه ووجود أمته، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتهي دوره بموته. نعم، وهذا رأي من يرون أن دوره كان وقت وجوده البشري وانتهى هذا الدور. كيف ندلل على استمرار دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياة أمته الأمة الإسلامية حتى بعد انتقال دكتور موسى؟ كيف ندلل على ذلك؟ القول الفصل والتبيان المفصل في الرد على هذا الأمر يكفينا قول الله جل جلاله من سورة الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله. من سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني حينما نجول بأرواحنا وعقولنا في آيات القرآن وأقوال السنة نرى التأكيد الإلهي النبوي على أن دوره صلى الله عليه وآله وسلم دائم ومستمر، وهو صلى الله عليه وآله وسلم له فعل في حياة إنسان أمته، فهو يزكينا جيل من بعد جيل ويعلمنا جيلا من بعد جيل ويطهرنا جيلا من بعد جيل. وحين يقع أحدنا في الذنوب والمعاصي إذا كان مرتبطا حق الارتباط بشخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم يحظى باستغفار رسول الله له، ولو لم يستغفر رسول الله للمذنب لن يغفر الله له، بدليل الآية الواضحة من سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم تأتي أقوال السنة، ويكفينا الحديث النبوي الشريف الذي ذكره الإمام الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد وقال: رواه البزار ورجال الحديث رجال الصحيح: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله
وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. يعني هذا من أكبر الأدلة أنه موجود بشكل مختلف عن وجود البشرية، ويتابع أعمال هذه الأمة وتعرض عليه بشكل مستمر، فإذا هناك متابعة، والمتابعة لا يمكن إلا أن تكون من له وجود بالفعل. نعم نعم. قرأنا في الضحى ولسوف ترضى، فسر قلوبنا ذاك العطاء. وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. وجاهك يا رسول الله جاه رفيع ما لرفعته انتهاء. وحاشا أن أرى ضيما وذلا، ولي نسب بمدحك وامتلاء. وأنت أجل من ركب المطايا، وشيمتك السماحة والحياء. أتيت لنا على خلق عظيم، ونحن على العموم لك فداء. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذن دكتور بعد هذه العقيدة التي أوضحناها، وهي عقيدة أنزلها الله سبحانه وتعالى وفرضها على كل مسلم، وأؤكد كما قلت أنه لا خيار للمسلم في أن يكون له عقيدة أو لا، ولكنها عقيدة وجدها الله سبحانه وتعالى على المسلمين في نبيهم ورسولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قد يتساءل البعض: ما أهمية وجود هذه العقيدة في عقل وقلب ووجدان كل مسلم، وهل لها مردود في حياته الدنيا؟ نعم. بقدر ثبات وسلامة وصحة هذه العقيدة في شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم لدى المسلم، يحظى بالضمانة لأي شيء، بالضمانة للسعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. كيف؟ نحن قلنا منذ قليل أن عليه الصلاة والسلام دورين في حياة إنسان أمته: دور الرسول الخاتم للإسلام، ودور الزعيم الجامع للمسلمين. حينما نتأمل واقع المسلمين اليوم، ماذا نرى؟ نرى واقعا محزنا مؤلما. إنسان يعاني من الدمار في ذاته، عائلات تعاني من التمزق في كيانها، مجتمعات تعاني من التفتت في بنيانها، كل الأمة تعاني كل المعاناة من التشتت في نسيجها. نحن نقول إن كل هذا الخراب وهذا الدمار، كل هذا العذاب الذي يصب على المسلمين في كل مكان وفي كل موقع، ليس وراءه إلا غياب وتغيب هذه الأمة عن الارتباط بشخص من لا رفعة ولا كرامة ولا خيرية لهذه الأمة إلا به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، اسمح لي نتوقف. يعني نحن دائما نقول أننا نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ننتمي إليه، ولكن حضرتك قررت أكثر من مرة الارتباط بشخصه. هل لفظة شخصه هنا مقصودة أم لها دلالة مختلفة؟ نعم، بارك الله فيك، سؤال قيم وحوري في هذا السياق، لأن من المعلوم حتى في اللغة أنه شتان بين الشخص وبين الشخصية. الشخص دلالة على الذات، الشخصية دلالة على ما يقوم به صاحب هذه الذات من دور. فالشخصية تدل على الرسالة أو الشريعة، أما الشخص فيدل على ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. حينما ننادي ونؤكد بتأكيد القرآن والسنة على حتمية وضرورة أن يكون المسلم مرتبطا بشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما نعني الارتباط بذاته صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك من يقول الارتباط بالسنة، الارتباط بالأسوة، الارتباط بالشريعة، الارتباط بالرسالة. نحن لا ننكر مثل كل هذه التوجهات، ولكن نقول قبل أن نرتبط بالسنة والأسوة علينا أولا أن نرتبط بشخص صاحب السنة وصاحب الأسوة. إذا ما ارتبطنا أولا بشخص صاحب السنة والأسوة، لا شك ولا ريب أننا سنكون أكثر الناس حرصا على سنته صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حرصا على أسوته صلى الله عليه وسلم. ولكن خبريني بالله عليك، أي قيمة وأي وزن لذلك الذي تمسك بالسنة والتزم بالأسوة وقد أعطى ظهره لصاحب السنة وصاحب الأسوة؟ أي قيمة وأي وزن؟ هو المصدر لهذه السنة وهو المصدر لهذه الأسوة. نعم، هو صاحبها. فكيف نترك الأصل
ونتمسك بالفرع. لا يصح ولا يجوز عقلا. إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد. إذا أكدت أن من يحيي هذه العقيدة في وجدانه بيزداد قوة ويزداد عزة لارتباطه كما تقول بشخص النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن كيف نصل من خلال استعراضنا للخصائص المحمدية خلال هذا البرنامج، برنامج إنسان محمد، إلى تكوين هذه العقيدة لمن لا توجد العقيدة عنده؟ نعم، الخصائص النبوية والكمالات المحمدية بشكل عام خير ينبوع لصياغة عقيدة سليمة صحيحة واضحة واحدة في شخصه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الخصائص المحمدية والكمالات النبوية تعلى بالدرجة الأولى وفي المقام الأول بإظهار رفيع قدره وعظيم جاهه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا في البداية ليس كما يظن أنه ليس إلا رسولا قد بلغ رسالة وإلى هذا الحد انتهى دوره. كلا، هو صلى الله عليه وآله وسلم له دور ودور محوري في حياة كل مسلم. والآية الشريفة واضحة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حينما نتأمل هذا الوصف الإلهي للجناب النبوي وسراجا منيرا نراه جل علاه وهو يصف صلى الله عليه وآله وسلم بالسراج المنير، والسراج وصف للشمس والمنير وصف للقمر، فالله جل وعلا يصف عليه الصلاة والسلام بالشمس والقمر دلالة واضحة على أن وجوده صلى الله عليه وآله وسلم لا يزول ولا ينتهي ولا ينطفئ، كما أن الشمس والقمر في الوجود باستمرار، كذلك عليه الصلاة والسلام هو صاحب الوجود الدائم المستمر جيلا من بعد جيل إلى قيام الساعة. بهذا الوصف وهذا النور الذي لا ينقطع أبدا عن الأمة الإسلامية سواء في نهارها أو ليلها، نصل إلى ختام هذه الحلقة، أولى حلقات برنامجنا إنسان محمد. شكري الجزيل لضيف الكريم دكتور موسى العسكري الباحث الإسلامي. دكتور موسى شكرا جزيلا. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. وفي الجمعة القادمة إذن جديد بلقاء جديد في صحبة إنسان محمد صلى الله على سيدنا محمد.